السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي وبعد 5 حلقات ممكن تسأل سؤال مهم جدا: أنا كطالب أو مهندس كهرباء ليه أتعلم ماشين ليرنينج أصلا؟ وهل هو للمبرمجين بس؟ فالحقيقة لأ. زمان شغل مهندس الكهرباء كان بيعتمد على الحسابات، القياسات والخبرة. النهاردة البيانات بقت جزء أساسي جدا من أي نظام كهربائي، وبالتالي بقى في احتياج كبير جدا لمهندس بيفهم الكهرباء وفي نفس الوقت فاهم بيانات. ولو جينا هنا لمثال وهو الطاقة المتجددة، إنتاج محطة رياح أو طاقة شمسية بيتغير باستمرار بناء على حالة الطقس، سرعة الرياح والإشعاع الشمسي. وهنا الماشين ليرنينج بيساعدنا في توقع القدرة المنتجة من المحطة قبل حدوثها، وده بيساعد في تشغيل الشبكة بكفاءة أعلى. والشبكات الذكية دلوقتي بقت أذكى من أي وقت، آلاف العدادات والحساسات بتبعت بيانات كل ثانية، والماشين ليرنينج يقدر يحلل البيانات دي ويتوقع الأحمال ويساعد في تحسين توزيع الطاقة. وبدل ما نستنى المعدة تعطل، نقدر نتوقع العطل قبل حدوثه من خلال بيانات زي التيار، درجة الحرارة والاهتزازات، وده اسمه predictive maintenance أو الصيانة التنبؤية. حتى العربيات الكهربائية فيها ماشين ليرنينج في إدارة البطارية وتقدير المدى وتحسين الشحن وتحليل حالة البطارية مع مرور الوقت. ولو جينا للباور سيستمز، ففي مراكز التحكم الماشين ليرنينج بيساعدنا في توقع الأحمال، اكتشاف الأعطال، وتحليل كميات ضخمة جدا من البيانات بسرعة أكبر من أي طرق تقليدية. وعشان كده الماشين ليرنينج بقى مهارة مهمة جدا لأي مهندس كهرباء، مش عشان هتستبدل الهندسة، لكن عشان هتضيف لنا أداة قوية جدا بتساعدنا إننا نفهم المجال ونفهم الذكاء الاصطناعي، وهيكون عندنا فرصة أكبر في الصناعة والبحث والتطوير. والحمد لله دلوقتي خلصنا السوبرفايزد ليرنينج، ودلوقتي بقينا فاهمين يعني ايه ماشين ليرنينج، وامتى نستخدم الريجريشن وامتى نستخدم الكلاسيفيكيشن، وشوفنا ليه المجال ده مهم جدا لمهندسين الكهرباء. ومن الحلقة الجاية بإذن الله هنبدأ في الانسوبرفايزد ليرنينج.